متميز عن الأدب ودوره في مقاومة الإرهاب. نتوقف في هذه الندوة وهذا اللقاء البحثي مع علمين متميزين في مجالين مختلفين من مجالات الأدب. رمز من رموز المسرح الأستاذ محمود كحيلة، مخرجا ومبدعا وكاتبا وناقدا وباحثا في مجال المسرح على كافة نواحيه، وقد أنجز الكثير وحاز على جوائز كثيرة منها جائزة الشارقة. يعني أنا بتوقف مع الشارقة عشان الفلوس الكتيرة اللي فيها يعني. وننتقل أيضا في مجال القصة القصيرة مع أستاذ جليل وناقد متميز الأستاذ أحمد رشاد حسنين، ويتوقف معنا مع أربع مجموعات قصصية: خيول النهر محمد عبد الله الهادي، سداسية الوصول لمحمود أحمد علي، أحلام عاجزة لفرج مجاهد، قبلات مميتة لسمير الفيل. نبدأ ندوتنا مع القصة القصيرة وجولات الأستاذ والناقد المتميز أحمد رشاد حسنين، ويعني تنقيبه في الأربع مجموعات القصصية المتميزة لأربعة يعني قصاصين متميزين في إقليم شرق الدلتا: محمد عبد الله الهادي، محمود أحمد علي، فرج مجاهد، سمير الفيل. فليتفضل. شكرا للمنصة، شكرا للسادة الحضور، وأدخل مباشرة إلى رؤيتي للمجموعات القصصية عن الإقليم حتى أتيح الفرصة لزملائي للحديث عن المسرح. حقيقة إنه المجموعات الأربع القصصية عن الإقليم، وهي خيول النهر لمحمد عبد الله الهادي، وسداسية الوصول لمحمود أحمد علي، وأحلام عاجزة لفرج مجاهد، وقبلات مميتة لسمير الفيل. المجموعات يمكن الثلاث مجموعات بتاعت الفيل وفرج مجاهد ومحمود أحمد علي ربما يعني يدير أحداثها القصاصون الأربعة في المدينة بصفة عامة، وكما يحب محمد عبد الله الهادي أن يدير أحداثه داخل القرية المصرية، ويشترك الاتجاهان في بناء القصة القصيرة وفي دلالاتها الفكرية والمعنوية في التلمس قضية المهمشين في المجتمع المصري، سواء المهمشين في المدينة أو المهمشين في القرية بسبب أوضاع سياسية أو اجتماعية مختلفة أدت إلى أنه في نسبة كبيرة من الناس تقع تحت هذا التهميش، وأنه الفن بيحاول بأدواته المختلفة أن يسلط أضواءه وعدساته على هؤلاء الذين يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، همومهم ومعاناتهم، متاعبهم في الحياة اليومية وفي كسب عيشهم اليومي وفي رعاية أولادهم، وحقوق كثيرة يفتقدونها في تحت ظل ظروف يسعى الجميع إلى أن تتغير ويكون بصدد مصر
جديدة إن شاء الله. محمد عبد الله الهادي بيقسم خيول نهره إلى قسمين. القسم الأول من هذه الأقاصيص الصغيرة يقع تحت عنوان الدنيا سيرك كبير. أما القسم الثاني وهو منمنمات قصصية تأتي في صورة متتاليات قصصية يأخذ بعضها برقاب بعض. هذه المنمنمات أيضا يعالج كما قلت وأشرت في مشاكل القرية، مشاكل الفلاح المصري، مشاكل العمل في حقله، مشاكل أولاده وأسرته. وفي البدء تطالعنا متتالية تحت عنوان فرفر، حيث يقدم فرفر نفسه للقارئ أو المتلقي على أنه جحش صغير وابن لحمار، وأن أباه كان يعمل عند العمدة يقبل يده ويحني دائما رأسه لهذا العمدة كلما رآه. وأما أمه الأتان أم فرفور فكان لا تقل معاملة العمدة قسوة وعنفا لها عن زوجها. فرفر في تصوري يبدو في هذه المجموعة من المتتاليات والمنمنمات القصصية فلاحا فصيحا، ولكنه متقنع بقناع الحمار، لكن لا يبث شكواه أو مطالبه على غرار الفلاح المصري الفرعوني القديم، إنما فقط يصف جوانب من حياته وشقائه اليومي لينقل لنا بالأداء التصويري السردي تصويرا فنيا يفصح عن حالات ومواقف كثيرة يعانيها الفلاح بصورة عامة قسوة وعنفا وحرمانا وبالتالي تهميشا وإقصاء، رغم أنه هو بيمثل شريحة كبيرة من مجتمعنا المصري، بيمثل الفلاح بجلبابه الأزرق هذا العمق، الجذور، الهوية اللي ما زالت تحافظ على كيان المجتمع وتماسكه، رغم أننا لا نرى هذا بصورة يعني ملموسة حسية، لكن ده موجود في جذورنا وفي جذور أرضنا. إن هذا الفلاح البسيط الذي يعمل في صمت في حقله تحت كل ظروف القسوة والعنف هو بيمثل الأصالة المصرية، وبيمثل ويعكس أصالة الأرض المصرية التي يضرب بها بفأسه عليها أو على سطحها أو على ترابها فيخرج لنا الخير رغم كل هذه المصاعب ورغم كل هذه المعاناة. دي يعني قضايا بيطرحها محمد عبد الله الهادي، وهو دايما مهتم بقضايا القرية ومشاكلها ومعاناة هذا الفلاح. سداسية الوصول لمحمود أحمد علي، وهو أحد كتاب القصة القصيرة المتميزين في مصر، وحائز على جوائز عدة، حتى إن أنا أطلقت عليه صياد الجوائز، لقب صياد الجوائز، من أشهر المؤسسات الأدبية في مصر وفي العالم العربي. حاز محمود محمد علي على جوائز عدة تضعه في مصاف كتاب القصة الكبار المتميزين، ولكن احنا عارفين ان الأضواء دائما بتسلط على الكتاب والأدباء في القاهرة. محمود أحمد علي بيحمل هم المهمشين في المدينة بصفة عامة، وفي جزء كبير من أدبه القصصي بيتناول القضية الفلسطينية، وده جزء هام من سفره القصصي. القضية الفلسطينية تفريط
اللي تم فيها تعامل كثير من الحكام العرب بصدد هذه القضية، يمكن تعامل غير مباشر أو مباشر مع إسرائيل من تحت المائدة، وبالتالي تعطلت القضية كثيرا وتعقدت القضية كثيرا. وكنا بنقول في السبعينات تعالوا علشان نقعد نتفاوض على ان احنا نرجع الاراضي المحتلة بعد 67. النهاردة احنا مش لاقيين مستقر ودولة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. يعني في مشاكل ايضا وتعقيدات في المسألة ومشاكل بين الفلسطينيين انفسهم، لدرجة ان احنا لا نستطيع ان نصل حتى الى مجرد دولة يعترف بها المجتمع الدولي على خطوة في سبيل الحقوق الفلسطينية الباقية. لا نستطيع. القضية بكل زواياها وبكل تعقيداتها وتشابكاتها يتعامل مع محمود أحمد علي تعاملا فنيا من خلال الكاتبة الفلسطينية، الشاعر الفلسطيني في القصص بتاعته، التلميذة في المدرسة، المعلم أيضا في المدرسة، وبيأخذ فئات كثيرة مختلفة ومتباينة من المجتمع الفلسطيني ليبرز بهم القضية اللي بتشغل كل العرب والتي ستظل هم لكل العرب. أما إنه بيجي بقى المدينة هنا المصرية بيعالج محمود أحمد علي مشاكل عدة، سواء تتعلق بأيضا المهمشين ولكن داخل المدينة ومعاناتهم وكفاحهم لأنه يعيشوا على مجرد حد الكفاف والستر الذي يستر عوائلهم ويستر أبنائهم وبناتهم. محمود أحمد علي يبدو مهتما بتصوير حالات فردية، لكن هذه الحالات الفردية أو أسرية من ناحية أخرى بترسم صورة جيدة لنا عن واقع هؤلاء المهمشين في المدينة بصفة خاصة، وبتأخذ باهتماماتنا سواء كنا أدباء أو كتاب أو نقاد، إلى إن احنا نبرز هذه المعاناة ونقول لقد آن الأوان لأن نرفع المعاناة عن هذا الشعب الأصيل الجميل الذي صنع ثورة سيقف عليها التاريخ طويلا فيما بعد. لأنه كما اتفق الزملاء في الجلسة السابقة، هذه الثورة لم تدرس بعد. لأنه الثورة احنا لاحظنا يمكن متابعات القنوات الفضائية أثناء الفعاليات بتاعتها إن كان كل العالم وقف مجدوها مبهورا بهذه السيمفونية الرائعة التي صنعها شباب مصر في ميدان التحرير، حتى صار ميدان التحرير أيقونة لكل الأحرار والثوار في العالم. الثورة قامت من أجل هؤلاء البسطاء، الثورة قامت من أجل هؤلاء الذين يتحملون في صبر وصمت جميل كل الآلام بتاعت سلبيات أكثر من 60 عاما من تاريخنا الماضي. ولقد آن الأوان إن احنا نتوجه بالاهتمام والرعاية الكاملة لهؤلاء المهمشين، سواء من الموظفين أو العمال أو الفلاحين إلى آخره، أو حتى الأطفال الذين يستغلون والمرأة التي تستغل في مصانعنا وفي حقولنا دون أي رقيب ودون أي محاسب، ويعانون طبعا قلة الرعاية الصحية الاجتماعية، الأجور، مشاكل كثيرة عدة
وهم مضطرون للخروج للعمل تحت هذه الظروف القاسية حتى ان هم يكفلون لأولادهم لقمة عيش شريفة وكريمة. محمود أحمد علي يهتم بهذه القضايا كما يهتم بها أيضا فرج مجاهد في أحلام عاجزة، حتى إنه سمى المجموعة هذا العنوان أو هذا المؤشر النصي الهام أحلام عاجزة. أحلامنا كطبقة وسطى، أحلامنا كطبقات أدنى من الوسطى وتتطلع إلى العيش الكريم والحياة الكريمة، أحلام تواجه دائما بالإحباط وبالفشل والسقوط. ودي أنا بعتبرها يعني جرس إنذار للمجتمع كله، أدباء مفكرين، علماء الاجتماع السياسي، أساتذة الجامعة، المراكز القومية للبحوث. كل هذه المؤسسات يجب أن تضع خطة واضحة المعالم قابلة للتطبيق من أجل مواجهة هذه المشاكل الجذرية الهامة التي لو تصدينا لها بكل حسن نية وإصرار وحزم وبأسلوب علمي ممنهج نستطيع أن احنا نحل مشاكلنا ربما في أقل من عقدين من الزمان لو خلصت النوايا لهذا الأمر الهام، وأن ننتقل بمصرنا إلى مصر الجديدة المشرقة اللي دايما بقوتها وبوجودها وبحضورها وبدورها الثقافي ورسائلها الناعمة بتلعب دورا هاما وخطيرا في المنطقة، دورا يتعدى جغرافيتها ليغطي المنطقة كلها بتأثيرها ووجودها وحضورها ورسالتها الناعمة التي يتلقفها محيطها العربي وأكبر من العربي بكل شوق واهتمام، يعني سواء في مجال القصة، في مجال كتابة الشعر الفصيح بصفة خاصة، في مجال الرواية. وأنا حضرت الملتقى الأخير الدولي للرواية العربية وشفت مدى احتفاء فرحة الكتاب العرب من الخليج إلى المحيط بمصر، وأنهم عادوا لحضن مصر الدافئ الذي يجمع ولا يفرق، الذي يحبب ولا يكره. وخرج المؤتمر بتوصيات جميلة، وكرم أحد رواد الرواية الكبار وهو الأستاذ الكبير بهاء طاهر. مصر لما بيكتب الكاتب وبيقول الشاعر وبيكتب الفنان بيكتب من أجل أنه تستعيد وجهها الحضارة. قبلات مميتة لسمير الفيل استعان بحيلة سردية جميلة أنه عمل وحدة مكان وهي المستشفى ليسرد من خلال هذا المكان الذي صنع هذه البنية الوحدة المكانية ليترك للمرضى وزائر المرضى المجال فسيحا للمناجاة والبوح بمتاعبهم ومشاكلهم أيضا اليومية والأسرية والمجتمعية، لينضم إلى فرج مجاهد وينضم إلى محمود محمد علي ومحمد عبد الله الهادي للكلام تسليط الضوء على هذه الشرائح الكبيرة من المجتمع. أما المجموعة الخاصة بإبراهيم عطية وتحت عنوان هرش دماغ، وقد أصدرها بعد الثورة بشهر أو شهرين بفترة قليلة، وبالتالي كانت المجموعة متشبعة بروح الثورة
وراصدة لبعض فاعلياتها وتداعياتها بين المد والجزر، وبين الانحصار والانكسار، وبين الأمل في استعادة روح الثورة وجذوة الثورة، حتى إن احنا نعمل بهذه الروح في سبيل مواجهة مشاكلنا وإشكالياتنا المتعددة. قصة هرش الماء، قصة دموع سعيدة، قصة الناموس، قصة التمثال. بيتخيل تمثال معدني، هذا التمثال المعدني تجمع حوله مجموعة من الشباب يهتفون ويتعاطفون مع إخوانهم الشباب في ميدان التحرير، ومع تعالي صيحاتهم وحماسهم بينشق قاعدة التمثال، بتنشق وبتخرج منه جماهير من الشباب جرانيتية بتشترك مع الشباب الآدمي في استكمال مسيرة الثورة والمناداة بشعارات الثورة ومطالب الثورة. قصة أخرى مثل قصة صور الأسمنت، لصور الأسمنت. قصة أخرى زي قصة فروشاه أو ريشة، إن في كاتب قاعد على مكتبه يحاول أن يكتب قصة قصيرة، لا يستطيع، يعاني أشد المعاناة وهو في هذه المحاولة ليخط سطره الأول، لكنه لا يستطيع، لا يعلم بالتحديد ما الذي يحول بينه وبين القدرة على الكتابة، ولا يعلم ما الذي يمنع مشاعره ووجدانه من أن تكون على سطح الورق. وهو في هذه الحالة يسمع هتافات ويسمع صياح، يخرج من نافذته ليطل على الشارع، فيجد الشباب يسير في مظاهرة عارمة ينادي بالإصلاح وينادي بمطالب الثورة، فيأخذه الحماس ويجلس إلى مكتبه فينطلق قلمه ويبدأ يكتب هذه المشاهد النادرة الرائعة التي تحتفظ بها ذاكرتنا حتى هذه اللحظة. أكتفي بهذا القدر أستاذ عبد الله حتى أتيح. شكرا لكم. شكرا لأستاذنا الناقد الكبير أحمد رشاد حسنين الذي طاف بنا في إبداعات إقليم شرق الدلتا القصصية، والتي توضح وتكشف لنا عن أن أدباء هذه الأقاليم الأربع، هذه المحافظات الأربع، لهم من الإضافات الكثير للإبداع القصصي العربي. وقد توافقت مع الدكتور عيد في ندوة البارحة حينما أقر في دراسة له عن الشعر العامي بعد الثورتين، وقال وأقر بأنه شاعر لا يعد شعرا ولن يحسب على ذمة التاريخ الأدبي شعرا، لأنه ركب موجة الأحداث وتوافقت معه توافق كامل، وأعلنت ذلك في تعليق على الندوة. يعني نحن في أمس الحاجة الآن إلى إعادة النظر في كل الإبداع القصصي والروائي والشعري وما إلى ذلك بعد هاتين الثورتين. يعني لابد وأن تكون هناك رؤى جديدة، أحلام جديدة، محاولات جديدة لمواجهة الأفكار المطروحة والسائلة في الشارع المصري. طبعا كان عنوان المؤتمر الأدب والإرهاب وما إلى ذلك، أو الأدب ضد الإرهاب، يعني ركبا للأحداث. يعني هو توافق كثيرا مع الأحداث وأنا معه في هذا التوافق، إلا أن يعني رأيي في تناول هذه القضية يعني لابد أن يتناول بشكل أوسع، يعني ليس في المجال الثقافي فقط،
يعني كان ممكن باحث في مجال الأمن، يعني الموضوع أكبر من التناول الأدبي، رغم أن الأدب شيء مهم جدا. لأن الدكتور أحمد أمين الفقي الكبير لما قريت له كتاب إلى ولدي وبينصح ابنه، فبيقول له إيه؟ يعني عليك أن تهتم بالجمال، عليك أن تحضر المعارض وتحضر كذا ودور السينما وما إلى ذلك، لأن ذلك يرى أحمد أمين بأن ذلك سيسمو بمشاعره ويسمو بذوقه، فيجعله يبعد عن كل شيء رديء وكل شيء سيء. الإنسان اللي مشاعره أكثر صفاء وأكثر نقاء وأكثر رقيا لن يقبل بالدم في الشارع، لن يقبل بالقهر، لن يقبل بأي شيء غير جميل وغير إنساني في الشارع المصري. ننتقل إلى ورقة بحثية أخرى.